قضية النهاردة بتفكرني بأفلام جيمس بوند، لأنها كلها إثارة ومطاردة. المجرم معروف، بس حير الشرطة لغاية ما قدروا يمسكوه. في أحد أمسيات الليل الهادية، في سكون الليل الساعة 10:15 في مدينة بورتلاند في أوريغون، بيتصل شخص بالشرطة بيبلغ إنه لقى جثتين في المنزل ده في شارع بوردواي. على طول الشرطة بتتوجه لمكان الحادث. هناك بيلاقوا جثتين غرقانين في دمهم، وحواليهم شظايا من الزجاج المكسور. الجثتين كانوا موجودين في غرفة المعيشة لصاحبة البيت وواحد جنبيها. صاحبة البيت كانت حامل، كانت مطعونة عدة طعنات. الطعنات كلها كانت في الصدر والبطن. كان الجاني عايز يتخلص كمان من الجنين. كان في جروح على دراعها، واضح انها كانت بتدافع عن نفسها. وكمان كان في دم في ايديها وفي علامات بتدل ان هي كان بتحاول تسحب السكين من الجاني، وده الاستنتاج اللي استنتجوه عشان كمان كان صباعها كان مجروح. اما الجثة اللي جنبيها كان جثة راجل، كان لابس بالطو ابيض. لقوا فيه جنبيه ادوات طبية. كان مطعون طعنة قاتلة واحدة في القلب، ما عليهوش اي علامات دفاع. واضح ان هو الطعن غدر، ما خدش باله. كان وشه ناحية الارض وايديه تحت جسمه. كان عليه علامات صدمة. واضح ان الجاني كان في ثورة غضب وكراهية ناحية الضحية من قوة الطعنات اللي كان مستهدف بيها بطنها وصدرها. كان عليها علامات فزع ورعب. الجثتين كانوا لجوليا هيلز 34 سنة، والدكتور كان اسمه ليونارد هينيلي، كان عنده 42 سنة. لاحظوا انه في كاستين من النبيت موجودة على الترابيزة الموجودة في غرفة المعيشة. احد الكاسات كانت مكسورة. طبعا دي المعاينة الأولانية في المكان الحادث. جمعوا الأدلة ورفعوا البصمات وأخدوا عينة من الدم، يمكن يكون فيه دم للمجرم كمان. وكمان كان فيه آثار بصمات أقدام. واضح إن الجاني سايب كل أثر له، ما كانش فارقة معاه ولا كان مستعجل، الله أعلم. المحققين طلعوا إذن التفتيش لأن الزوج كان مختفي. أول حاجة لقوها في دولاب هدومه خزنة. أما فتحوها لقوا كم من الصور دي للزوجة جوليا اللي هي الضحية والدكتور. كانوا في أوضاع عاطفية. واضح إن الزوج كان بيراقبهم، وإنه كان شاكك في مراته إنها كان بتخونه. المحققين كانوا شاكين في الزوج، كان مختفي وعنده دافع ورا الجريمة، فكانوا بيدوروا عليه. وفي نفس الوقت بيدوروا في مسرح الجريمة على أدلة أكتر تحل اللغز. وكالعادة زي كل التحقيقات، أول حاجة عملوها رجعوا معاملاته البنكية وكمان سجل مكالماته. لقوا إنه شهر قبل الجريمة حول مبالغ كبيرة لحسابات خارجية غير معروفة. التحويلات دي كانت مشبوهة. واضح إن هو كان بيخطط لإن هو يهرب برا البلد، وإنه التحويلات دي الناس كان هتساعده إن هو يخرج برا البلد. أما بالنسبة لسجل المكالمات، لقوا إن هو كان بيكلم رقم كتير كان متسجل باسم محقق خاص اسمه راي برادلي. راحوا للمكتب بتاع المحقق عشان يسألوه سبب ليه بيتصل بيك كتير وايه العلاقة اللي بينكم. في الأول أنكر إن هو يعرفه، بس لما وروه بقى كل المكالمات اللي كانت ما بينهم بقالهم شهر بيكلموا بعض كل يوم، قال لهم إن هو كان معينه عشان يراقب مراته لأنه كان شاكك إن هي بتخونه، فكان هو بيتجسس عليها. وورى لهم الصور اللي هو أخدها للزوجة وعشائها عشان يثبت فعلا المهمة اللي كان مكلف بيها. في نفس الوقت طلعت نتيجة الطب الشرعي للعينات اللي أخدوها من مسرح الجريمة لبصمات الإيد وبصمات الرجل وعينة من النبيت الأحمر، لأنهم أخدوا العينة من الكاس. لقوا في الكاس مخدر. واضح إن الجاني كان بيخدر الضحايا عشان يقدر يتغلب عليهم. أما بصمات الإيد اللي رفعوها من ترابيزة المطبخ وأكرة الباب اللي هو مقبض الباب، وكمان لقوا على كاس النبيت كان فيه بصمة أخدوها، كلها طلعت للزوج روبرت. أما بصمات الرجل كان فيه بصمتين، واحدة للزوج وواحدة لشخص مجهول، ما كانتش للضحايا. كده في شكوك إنه يكون فيه شريك للزوج، هما الاتنين ارتكبوا الجريمة. لما رجعوا سجل مكالمات الزوجة، لقوا إن هي بعتت مؤخرا رسالتين لعشائها الطبيب،
واحدة من الرسايلتين بتقول إن هي شاكة إن جوزها حاسس إن هي بتخونه، وإن هي خايفة وحاسة إن هي في خطر. أما الرسالة التانية كانت ساعة قبل الجريمة، بتطلب منه إنه يجيلها البيت عشان تتناقشوا في حاجة مهمة جدا. عدت 3 أيام ولسه ما لقوش الزوج. رجعوا تاني لمسرح الجريمة يمكن يلاقوا أدلة تانية، وفعلا لقوا على المكتب بتاعه في ورقة عليها آثار خطة الهروب. واضح إن هو بيخطط إن هو يهرب بره البلد. كده الوقت مش في صالحهم، لأن الجاني ناوي يهرب بره البلد، ولو هرب طبعا مش هيقدروا يجيبوه. المحققين متأكدين إن الزوج هو الجاني، أدلة كتير بتدينه، وعايزين يوصلوا له مش عارفين. 3 أيام عدت ومش عارفين يوصلوا له. فكروا إن هم يدوروا على العربية بتاعته اللي هي هتدلهم عليه، وبالفعل إحدى دوريات الشرطة بتلاقي العربية بتاعته مركونة في مكان هادي، كانت مقفولة ومركونة جنب مخزن مهجور. لما كشفوا على العربية لقت إن هي مفيش أي أثر للمقاومة، يعني مفيش حد أجبره إن هو ينزل. دخلوا المخزن لقوا فيها متعلقات شخصية للزوج وأوراقه ومستندات. استنتجوا إنه نقل الحاجات دي بفترة قبل الجريمة، وإنه مخطط لها من فترة، وإنها مش جريمة عشوائية لكنها جريمة مدبرة. لما رجعوا تاني حساباته البنكية اكتشفوا إن هو سحب مبلغ كبير من حسابه وأجر بيه بيت على ساحل أوريجون. راحوا البيت اللي موجود على الساحل. لما راحوا هناك ما لقوش حد موجود في البيت، بس كان في أثر إن هو باين إن كان في حد ساكن في البيت ده في وقت قريب ما يزيدش عن يومين، لأن كان في آثار إطارات عربيات موجودة، وكان في أكل في التلاجة، وكان الكمبيوتر كان مفتوح على صفحة. الصفحة دي إزاي الشخص يغير من ملامحه؟ وبالنسبة لسجل مكالماته كان بيتواصل بالإضافة للمحقق، كان بيتواصل مع شخص تاني. الشخص التاني كان متسجل باسم جيك. لقوا إن جيك ده مش اسمه الحقيقي، واستنتجوا إن هو الشخص اللي هيساعده في تزوير أوراق، وإن هو هيطلع له بطاقة مزيفة عشان يساعده إن هو يهرب بره البلد. مطاردة، كل ما الشرطة بتقدر توصل لمكانه هو بيفلت قبل ما هم يوصلوا له. في الوقت ده طلعت نتيجة الطب الشرعي لبصمة القدم المجهولة اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة. طلعت للمحقق الخاص برادلي. طلبوه للتحقيق. قال لهم إن أنا ما كنتش موجود يوم الجريمة، بس كنت موجود في البيت ده قبليها، وده لأن كان الزوج طلب مني إن أنا أزرع كاميرات خفية في البيت عشان كان شاكك في سلوك الزوجة، وده لأن العشيق كان بيروح لها البيت وقت ما هو الزوج ما يكونش موجود في البيت. صدقوه، بس على الرغم من كده حطوه تحت المراقبة، يمكن يكون مخبي معلومات عنهم ما قالهمش عليها. وراحوا تاني لمسرح الجريمة يدوروا تاني. لقوا فيه فلاش درايف كان مستخبي في أحد الأدراج، كان متسجل عليه فيديو لكاميرا كانت خفية موجودة في غرفة النوم، طبعا كانت للزوج والعشيق. وشافوا الإيميلات اللي هو بعتها الزوج للمحقق اللي بيطلب منه فيها إن هو يراقب مراته. الطب الشرعي أثبت إن الشخص اللي اتصل بالشرطة هو الزوج، وإن هو اتصل من تليفونه الشخصي. استنتجوا إن هو عمل كده عشان يبعد الشكوك عنه. رجعوا سجل الكاميرات الموجودة عند الجيران. ظهرت عربية الزوج يوم الجريمة قبليها بساعة، دخل البيت وخرج بسرعة بعديها ب45 دقيقة، أخد عربيته وطلع يجري. وعلى الرغم إن الشخص ده ما كانش ملامحه واضحة لأنه كان لابس هودي، لكنه كانوا شاكين إن هو الزوج لأن نفس هيئة جسمه. 3 أسابيع عدت ولسه ما وصلوش للزوج. كانوا أخدين إذن إن هم يراقبوا كل التليفونات وكل المكالمات اللي بينه وبين جيك، وعن طريقه قدروا يوصلوا لمكان جيك. جيك ده كان موجود في مدينة لينكولن، كان في بيت على الشاطئ. راحوا البيت وقعدوا يراقبوا البيت. شافوا شخص بيخش البيت، مواصفاته مواصفات الزوج روبرت. استنتجوا انه خلاص ان هو كده بيستعد للحظات الأخيرة عشان يهرب، واستنتجوا ان هو هيهرب عن طريق البحر لأنه كان في قارب موجود جنب البيت، وان هو بدأ ينقل الحاجات اللي هيحتاجها في رحلته. كان واخد خزين أكل وقود ومعدات خاصة للقارب لو فيها أي حاجة حصلت يعني. كل ده والمحققين بيراقبوه، مش عايزين يهجموا عليه عشان لو كان الهجوم عليه وهو في البيت ممكن ما يقدروش يسيطروا عليه، ممكن يعمل حاجة في نفسه هيحتمي بالبيت.
مستنينه يطلع بره البيت ويهجموا عليه في وقت ما يقدرش يرجع تاني للبيت يحتمي فيه. فضلوا بقى مراقبين لغاية ما الليل جه. واما الليل جه لاحظوا ان الانوار بدأت تنور، بدأ ينور البيت كله. واضح ان هو بيستعد خلاص ان هو ينقل كل الحاجات اللي ناقصاه وينقلها للقارب، وهو هيهرب بالليل، أأمن وقت بالنسبة له. المحققين ادوا إشارة للقوة إن هي تستعد. أول ما هيدوم إشارة تانية هيهجموا عليه ويقبضوا عليه. محقق مستني لحظة إن هو يخرج بره البيت بحيث إن هو يبقى في مسافة كافية ما يقدرش يرجع تاني للبيت يحتمي بيه. في الوقت ده حس بيهم روبرت، راح مطلع مسدسه. المحقق كارتر قال له ارمي سلاحك وسلم نفسك، مفيش داعي للمقاومة. وقف طبعا ما اتحركش. في اللحظة دي هما جم عشان يقبضوا عليه، راح رمى كل الحاجات اللي في ايده وطلع يجري ناحية القارب، وراح محرك المحرك بسرعة وطلع يجري وقدر يبعد بعيد عن الشاطئ. المحقق كان أدى أمر بإطلاق النار على المحرك، وبالفعل أصابوا المحرك وتوقف عن الحركة. القوة أخدت قارب تاني عشان يروحوا يقبضوا عليه لأنه كان بعيد عن الشاطئ. لما شافهم بيقربوا منه والمحرك وقف، حاول ينط في المية، بس هما كانوا أسرع منه وقدروا يسيطروا عليه. قبضوا عليه وكلبشوه ووصلوه للشاطئ. المحقق طبعا كان مستنيه على الشاطئ، قال له انت عارف ان احنا هنوصل لك، واخدوه لقسم الشرطة عشان يبتدي التحقيق معاه. أول ما راح لقسم الشرطة اعترف على طول، وقال إن هو كان بيخطط للجريمة دي من شهور، وإن هو عين المحقق عشان يراقبها لأنه كان شاكك إن هي بتخونه. وكل ما يجيله مستند جديد بتأكد إن هي بتخونه كان بيزيد نار الغيرة والغضب في قلبه. وإنه يوم الجريمة رجع البيت بدري عن ميعاده، حط لهم المخدر في النبيت لأنه عارف إن هما هيشربوا. أول ما بيكونوا مع بعض بيشربوا، وعلى الرغم إن هي حامل لكنها كانت بتشرب كميات بسيطة، ويمكن ده السبب إن هي قدرت تقاومه وهو ما قدرش يقاومه اللي هو الدكتور، وكان عايز يتخلص منها ومن الجنين لأنه ما كانش ابنه. وإنها اتعرفت على الدكتور ده أما كانت بتروح له، راحت له لأن هو دكتور متخصص في علاج العقم. هي كان عندها مشكلة لسنين، كان بتحاول تحمل لكن ما كانش فيه نصيب. الدكتور ادالها أدوية وأعشاب وفيتامينات، وبعد فترة فعلا حملت، بس الحمل كان من الدكتور ما كانش من الزوج. إن الزوج اكتشف بعد كده إن المشكلة منه هو مش منها هي، بس هو ما قالهاش. أما اكتشف إن هي المشكلة منه هو، عرف إن هي بتخونه. ولما سألوه أنت ليه اتصلت بالشرطة وبلغت عن الجريمة، قال لهم أنا كنت ببعد الشبهات عني، وإنه كان بيخطط إن هو يهرب للمكسيك بأوراق مزيفة. اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط. شريكه في التزوير اللي هو جيك ما قدروش يوصلوا له. القضية دي فكرتني بأفلام جيمس بوند. هل انتوا حسيتوا فعلا الجو بتاع جيمس بوند والمطاردات والمية والبوليس والمجرم، المجرم مش مستسلم لغاية آخر لحظة؟ يا ريت أسمع تعليقاتكم، وأشوفكم على خير في قضية جديدة. سلام.